كشفت تقارير إعلامية مغربية اليوم الأربعاء أن ضباط الملاحة المغاربة طالبوا من وزارة الخارجية التدخل العاجل لدى سلطات الكونغو ونيجيريا من أجل إطلاق رهينتين مغربيتين اختطفا إثر عملية قرصنة تعرضت لها سفينة أويا واحد في المياه النيجيرية مساء أول أمس الاثنين. وحسب موقع جريدة العلم الذي أورد الخبر، فإن مغربيين برتبة قبطان ثاني وضابط مهندس أخذا رهينتين مع أفراد آخرين من جنسيات أخرى، وتم اقتيادهما لمكان مجهول. وأضافت ذات المصادر إن الضابطين المغربيين المختطفين في الخمسينيات من العمر، وهما خريجان المعهد العالي للدراسات البحرية، واشتغلا على متن سفن مغربية وفي مناصب تقنية مختلفة قبل أن تضطرهما الظروف للبحث عن فرص للشغل في غرب إفريقيا. وتعتبر هذه أول فترة إبحار لهما مع الشركة الكونغولية. وتمت عملية الاختطاف بواسطة كومندو قراصنة مسلح من 5 أو 6 أفراد طردوا السفينة على متن زورق سريع قبل أن يلحقوه ويصعدوا على السطح بواسطة سلالم مرنة. أفراد الطاقم كانوا قد أوصدوا كل المنافذ، لكن المهاجمين كسروا زجاج كاميرا القيادة ليقتحموا البرج ويحكموا سيطرتهم على السفينة. ووفق تقرير القرصنة، فإن المهاجمين نهبوا بعض المعدات الإلكترونية قبل أن يرغموا أفراد الطاقم على النزول إلى زورقهم، تاركين شخصا واحدا على متن السفينة، واستخدموا أسلحتهم النارية لتهديد المختطفين، ولم تسجل أي إصابات. سفينة أويا واحد تحمل الجنسية البنانية، وتستغل من طرف شركة ملاحة كونغولية مسجلة في بوانت نوار، وتشتغل في نقل تجهيزات ومعدات الصناعة النفطية بين دول المنطقة.